السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حاجة جميلة جدا هتملى بيتنا بالخير وهتملى بيتك يعني بصي، هتقدري تبقى عندك زبدة بطريقة سهلة جدا واقتصادية فوق الوصف. هنعمل بديل للزبدة النيوزيلندي المستوردة اللي هي الزبدة الصفراء. بديل الزبدة الصفراء نعملها في البيت بمكونات بسيطة جدا، اقتصادية جدا جدا. هتاخدي الزبدة بربع تمنها وهتقدري تعملي منها حاجات حلوة كتيرة جدا. ناس كتير عملت ريفيوهات عن الزبدة ديت وانتقدتها. هقولك ايه العيب اللي فيها وايه الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما نستخدمهاش فيها وايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها فيها. احنا قبل كده عملنا على القناة هنا بديل السمنة الفلاحي، بديل زبدة برضو، بس ما كان فيه استخدامات كده ما كناش نقدر نستخدمها بيها. زي برضو يعني زي مثلا قلي البيض، زي المعجنات، ما كناش نقدر نحطها في المعجن. لكن دي بقى هي دي اللي هتكملها بقى كده الاتنين. يعني انت لو عملتي النوعين دول من بدايل الزبدة، بديل الزبدة الفلاحي وبديل الزبدة النيوزيلندي، خلاص انت كده مش محتاجة حاجة تاني، ولا محتاجة زيت غالي، ولا محتاجة سمنة صناعي مسممة كلها أمراض، والزيت برضو مضر بالصحة. اوريها لك بقى على النار بتتحقق بتتسيح ازاي. دي زبدة ولا مش زبدة دي؟ وريحتها جميلة جدا وطعمها حلو. طعمها بيرجع للي انت هتستخدميها فيها، للزبدة اللي انت هتستخدميها فيها. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا. النوع الزبدة اللي هتستخدميها معاها هو اللي هيطلع معاكي نوع الزبدة في النهاية. ريحتها طبيعية جدا، ريحتها زبدة، طعمها حلو جدا، حلوة قوي قوي في حاجات كتيرة جدا. هتنفعك في قلي بيض، هتنفعك في تعملي رز، هتنفعك تعملي رقاق، صواني رقاق في رمضان، في الاكل كله في رمضان. تنفعك في حاجات كتيرة قوي. هقولك برضو في اخر الفيديو ايه الحاجات اللي ما تنفعش فيها وايه الحاجات اللي تنفع فيها. الطريقة سهلة جدا جدا. هنجيب الخلاط بتاعنا ونحط كوباية من الحليب. كوباية من الحليب حوالي ربع كيلو، ربع كيلو من الحليب. تمام. هنحطه في الخلاط وهنضيف عليه اضافتين صغيرين كده بساط موجودين عندك برضو ان شاء الله، وهنضربه في الخلاط ضرب شديد جدا لحد ما تعمل رغوة عالية. اول مكون معانا وهي معلقة من عصير الليمون، ومعلقة بس يكون مصفي كويس، ومعلقة من الخل، معلقة كبيرة. هنضربه بقى كويس جدا جدا جدا، يعني حوالي بتاع دقيقتين تلاتة كده. سيبيه ينضرب كويس قوي لحد ما يعمل رغوة عالية. مهمة الخطوة دي، الخطوات بس بتاعتها مهمة جدا نعملها، بعد كده ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. جربي في مقدار زي ده كده، اذا عجبتك ابقي ضعفي الكميات. وان كان المقدار ده حلو يعني ممكن نعمله يكفينا اسبوع، تعمليها مرة كل اسبوع. بعد كده هنجيب زبدة بقى نيوزيلندي او زبدة بلدي. انا ما بجيبش النيوزيلندي دي اصلا خالص علشان المواد الحافظة اللي فيها. دي زبدة بلدي فلاحي بتاعتنا بتجيبيها من حد ثقة. سيحتها وبعد كده سبتها لحد لما بردت، لازم تسيبيها تبرد. بعد كده بنضيفها بالتدريج ونضرب بالتدريج، يعني نضرب ونقفل نضرب ونقفل. خلاص خلصنا كده الزبدة اضفناها. هنجيب بقى معانا الكوباية التالتة وهي كوباية من الزيت. انا ما بحبش الزيت الصناعي ابدا والمهدرج، وفي نفس الوقت زيت الزيتون غالي، فاحنا هنعمل ايه؟ همسك العصاية من النص، احط نص زيت زيتون ونص زيت عادي. انتي امكانياتك تحطي كلها زيت زيتون يبقى جزاك الله كل خير، وتبقى فعلا صحية جدا 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 طبيعية. ما فيش امكانيات هاتي نوع زيت نضيف، لانه طعمه طبعا بيبقى مؤثر في طعم الزبدة. فهاتي نوع زيت يكون مالوش طعم ولا ريحة، يكون كويس. وبعد كده الزيت بقى مهم قوي ان احنا نضربه، نحطه نضيفه بالتدريج ونضرب ضرب متقطع، ما تضربيش ضرب متواصل علشان تتقل معاكي. يعني ضربة ونقفل، ضربة ونقفل.
هتبص تلاقيها ما شاء الله عمالة تتقل معاكي. ضربة ونقفل كده، نضرب ونقفل لحد ما نخلص كل كمية الزيت بتاعتنا. تبدأي تضربي يعني ضرب وتقفلي كده، يعني ضرب متقطع لحد آخر نقطة في الزيت معاكي. ما شاء الله هتلاقيها تقلت وبقت جميلة جدا. هنجيب بقى قالب وهندهنه زيت، او نحط فيه استرتش وننزلها فيه، نصبها فيه، قالب، علبة، اي حاجة عندك. بصي ما شاء الله تقلت ازاي. انزلها كلها طبعا، وبعدين نحطها في الفريزر 3-4 ساعات لحد لما تتجمد، وهوريها لكم بعد ما تتجمد. افضل طريقة لحفظ الزبدة ديت ان احنا نحطها في الفريزر، لانه لو في التلاجة بعد 2-3 ممكن طعمها يغير معانا، علشان هي فيها حليب وفيها نسبة حموضة عالية. فاحنا مش هينفع ان احنا نحطها في التلاجة على الرف كده، لأ، هنحتفظ بيها في الفريزر، وهوريك ازاي تحتفظي بيها في الفريزر بطريقة سهلة جدا انك تعرفي تاخدي منها وتستخدمي منها بسهولة قوي قوي. هقفلها واغطيها كويس. طبعا الزبدة ما ينفعش نحطها مكشوفة ابدا، سواء في التلاجة او في الفريزر، لانها بتاخد الريحة بسرعة، بتلقط الريحة اللي في التلاجة بسرعة، بتاخد من كل الروايح اللي في التلاجة. عشان كده لازم دايما نقفلها ونغطيها كويس جدا كده. بعد ما اتجمدت هنطلعها، سيبها تهدى شوية، بس انا مستعجلة بقى هقطعها معاكم على طول علشان نشوفها، عشان انا مستعجلة اشوف النتيجة طلعت عاملة ازاي. بصراحة يعني من الاخر كده ممتازة جدا 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 ورائعة، واي حد يقول غير كده يعني هو مش فارق معاه. يعني الناس اللي هي ايه، ممكن تجيب مثلا حاجات غالية عادي مش فارق معاه، لكن ديت ست البيت الشاطرة اللي عايزة توفر. وبعدين هقولك على حاجة، حتى لو انت عندك يعني امكانية ان انت تجيبي، طب ليه؟ ده دي احسن، ده دي صحية اكتر، ده ديت ما فيهاش مواد حافظة خالص، وفي نفس الوقت هتقدري تعملي بيها، تقلي بيها بيض، تعملي بيها رقاق، تعملي بيها فطير المشلتت، تقدري تعملي بيها كل المعجنات، تعملي بيها فينو. عارفين لما بنعوز نعمل قرص او فينو او حاجات زي كده بنعوز قطعتين من الزبدة، دي هتبقى حلوة جدا جدا جدا. طيب ايه بقى العيب اللي هم بياخدوه عليها؟ ان دي مش هتستخدم في الحلويات. زي ايه؟ زي الحلويات اللي هي الفخمة قوي، زي البسكوت، البيتي فور، الاكلير، الحاجات دي. طب ما دي مش مشكلة، يعني احنا مش عايشين على الحاجات دي. الحاجات دي لما اللي هيعايز يعملها بيكلفها عشان تطلع حلوة. وممكن والله تعمليها بيها عادي، مش هتقول لا، يعني جربي، بس ما تجربيش كمية كبيرة. لو واحدة يعني بتحب التحديات تجرب على حبة صغيرة. لكن دي ما شاء الله، شوفي بقى لما يبقى عندك دي وعندك التانية اللي هي بديل الزبدة البلدي اللي عملناها على القناة، هحط لك الرابط بتاعها كده، انت خلاص بقى مش ولا هتقلقي ولا محدش يخاف تاني بقى من غلا الزيت ولا غلا السمنة الصناعي. خليها لهم، لا عايزين زيت ولا عايزين سمنة صناعي، استخدمي الحاجات دي، والله حلوة جدا لصحتك وصحة أولادك. يكفي 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 الناحية الصحية، ده غير بقى الناحية الاقتصادية. شوفي احنا عملنا بربع كيلو من الزبدة، تمام، هنعمل حوالي كيلو الا ربع من الزبدة اللي هي المستوردة، اللي هي النيوزيلندي دي. آه الكيلو اصلا بكام؟ زبدة البلدي اللي انا عاملة منها الكيلو ب150، يعني حوالي دول بحوالي 35 جنيه. متخيلة يعني كل الكمية دي ب35، قولي ب40 يا ست، خليهم ب50 جنيه. الكمية دي كلها هنحط تمن الزيت والكلام ده ب50 جنيه، ب60 جنيه، حلوة. فيعني تقريبا نص التمن، نص تمن اللي انت هتستخدميها تشتريها من بره. والاهم ما عندي انها صحية، الاهم عندي ان ما فيهاش مواد حافظة، انا اللي عاملاها بايديا وشايفاها بعينيا.
هنقطعها كده مكعبات ونحطها بقى في علبة، ممكن تحطيها حتى في كيس تلاجة عادي، وتاخدي منها بقى زي ما انت عايزة، في رمضان، في عزومات، تعملي بيها رز، تعملي بيها صواني رقاق، تقلي بيها بيض كل يوم، تعملي بيها معجنات، تعملي بيها فطير. حلوة جدا جدا جدا، رهيبة، في منتهى الجمال، طعم وريحة زي الزبدة المستوردة بالظبط، وبيتوقف على طعم اللي انتي مستخدماها الأصلية. ممكن بقى ما تجيبيش بعد كده من الأصلية وتستخدمي كوباية من دي تسيحيها وتعيدي استخدامها تاني، وممكن تشتري برضو من الأصلية. جربي دي وجربي دي وإن شاء الله هتعجبك قوي قوي قوي. النتيجة حلوة جدا، املي بيتك خير ببلاش حرفيا. بالنسبة للأسعار دلوقتي، بالنسبة للي احنا فيه دلوقتي، لا جميلة جميلة. وحتى والله لو الأسعار رخيصة فدي أحلى من المستوردة. تحطيها في الفريزر سنة مش هيجرى لها أي حاجة، إنما في التلاجة يعني أقصى حاجة يوم يومين، متحطيهاش أكتر من كده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وشيروا الفيديو ده لكل أصحابكم وحبايبكم عشان يستفيدوا منه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.